السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهاردة الأرنبة دي والدة معانا، هنشوف هي والدة كام، وهنشوف طبعا هنعمل للأرانب ايه وهنعمل للأرنبة الأم ايه. أول حاجة معانا يا جماعة، بعد الأرنبة بتولد بنحاول نحط لها أي حاجة خضراء، سواء كان عندك برسيم أو ورقتين خاص أو عودين خضرة أو أي حاجة، بحيث ان الارنبه يا جماعه الهضم يشتغل عندها بصوره احسن. والحاجات الخضراء برضو بتساعد ان هي بتزود اللبن وبتحسن الحاله المزاجيه للارنبه، بتخليها عندها اقبال على الحياه واقبال على العلف واقبال على الرضاعه، بتخلي الارنبه في حاله كويسه يعني. هنشوف طبعا معانا الخلفه بتاعت الارنبه، حاطين للارنبه هي ديت خاص بتاكل اهيت، وهنسيبها طبعا بتاكل ونقفل مع بعض كده على الولاده، بينها وبين الولاده، ونشوف الخلفه طبعا. اول حاجه يا جماعه طبعا بنشوف العش زي ما عودناكم، لو فيه اي دم او اي حاجه بنطلعها. طبعا بسم الله ما شاء الله ما فيش اي دم ولا اي حاجه اهوت. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. عدد ارانب شكله عدد كبير اهوت، بسم الله ما شاء الله. والارانب كلها حجم واحد وصحتها كويسه. هنشوف طبعا مع بعض اهوت الارانب. نجيب حبه شعر من الشعر ده كده نحطهم في العلبه دي، ونبدأ نعد مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله، دي واحد، اتنين، تلاتة. طبعا العدد ده يا جماعة لازم ان احنا هنشوف اي ارنبة تانية هتولد بكرة ولا بعده ولا قريبة منها، هنبدأ ان احنا ناخد شوية ارانب من دول نوديهم. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. نشوف بقى لو فيه اي حاجة هنا هنشيلها طبعا زي ما قلنا. طبعا يا جماعة فيه شوية دم هما، وشوية حاجات هم برضو هنشيلهم كده بالراحة هما، لأن الدم ده طبعا يا جماعة بيعمل ريحة وحشة وبيعمل بكتيريا في المكان بتاع الأرانب. شلناهم هما، وهنبدأ إن احنا نحط الأرانب تاني. نشيل أي دم في العش يا جماعة. طبعا عشان بعمل بإيد واحدة مش عارف أقطع القش من بعضه. شيلنا طبعا الدم هو، وهنظبط العش كده، وهنبدأ إن احنا طبعا نشوف الأرانب يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. هنشوف طبعا يا جماعة لازم إن احنا نحاول إن احنا نشوف نعمل تبني، بحيث إن احنا ال 12 أرنب اللي هم طالعين دولت ما نخسرش منهم أرانب. طيب لو مفيش تبني هنبدأ إن احنا نعمل إيه؟ هنبدأ إن احنا يا جماعة نشتغل على الأم ديت، بحيث إن احنا زي ما قلنا هنشتغل عليها بالحاجات الخضراء، هنشتغل عليها بالعلف الكويس، هنشتغل عليها بإن احنا ما نحطهاش للذكر غير بعد 15 يوم على الأقل، عشان طبعا هي معاها تقريبا خلفة أرنبتين. يعني ممكن أرنبة تجيب ستة وأرنبة تانية تجيب ستة، فهي معاها خلفة أرنبتين، فاحنا نصبر عليها أقل حاجة 15 يوم.
بحيث ان الارانب ديت تشبع لبن، لان طبعا اللبن بتاع الارنبه مش هيكفي الارانب كلهم انهم يشبعوا في الوقت القصير اللي احنا بنرضع فيه الارانب، سواء كنا بنلقحها بعد 7 ايام او 8 ايام او 10 ايام. فلازم ان احنا كده هنسيبهم 15 يوم، وهنعتمد طبعا على ان الارنبه ديت جايبه عدد، فالعدد هيعوض في ال 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 الفتره اللي هي هتفضل فيها هم 5 ايام زياده. طبعا يا جماعة بنبدأ برضو نشتغل عليها زي ما قلنا، بنشتغل عليها بالحياة الخضراء. ممكن نحط لها طبعا احنا في رمضان والناس كلها عندها تمر، ممكن نحط لها بلحتين تمر ولا حاجة، طبعا بتزود اللبن برضو. ممكن ان احنا نحط لها نص ربطة بقدونس. الحاجات دي كلها يا جماعة ممكن ان احنا نحط لها حلب مطحونة على العلف. كل الحاجات دي يا جماعة بتبدأ ان هي تزود في اللبن بتاع الام، وبتساعد على النمو بتاع الخلفة طبعا، لان اللبن بتاع الام لما يزيد الخلفة بتنمو احسن. هنحط طبعا الارانب يا جماعة معانا هو. حطينا الارانب اهوت وهنغطي عليه، وهنفتح بقى تاني على الام عادي، مفيش اي مشكله. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.